وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشأن الاجتماعي والسياسي واثق الجابري. أستاذ واثق، أهلا وسهلا بكم على شاشة الثامنة. إذن آفة المخدرات تنهش جسد المجتمع، والشباب هم صيد ثمين. ما الأسباب التي تدفع الشباب نحو تعاطي المخدرات وتجارتها برأيكم؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام. طبعا أكيد هي آفة المخدرات واحدة من مهددات الأمن في الدولة العراقية وفي الدول يعني بصورة عامة، وأصبحت يعني ربما ظاهرة منتشرة وعبر الحدود، وأصبحت تهدد الأمن، وربما ترتبط حتى بالعصابات الإجرامية والإرهابية بنفس الوقت. بالتالي ربما ضعف القانون أحيانا، أو ضعف الرقابة، أو عدم المتابعة بشكل مكثف لمنتديات الشباب والملتقيات والأماكن العامة هو واحدة من الأسباب التي تدفع للتعاطي وانتشار هذه المخدرات، بالإضافة إلى وجود ربما بيئات مناسبة يعني قد تسمح بتفشي هذه الظاهرة، ولكن يبدو الخطر الأكبر أنها تتفشى بين الشباب حتى في الأوساط الجامعية، في المؤسسات الحكومية، في بين العوائل. ربما كثير من الشباب حتى من الفتيات ربما يتعاطون أو ربما يتورطون بالتعاطي بهذه المخدرات. بالتالي هي تحتاج إلى جملة من الجهود الحكومية، منها ما يخص الجانب الأمني والاستخباري وأيضا الاجتماعي، بالإضافة إلى التعاون مع الدول بخصوص تبادل المعلومات حول المخدرات. نعم. طيب أستاذ واثق، بالنسبة للمخاطر والانعكاسات والآثار التي يتركها تعاطي المخدرات على المجتمع العراقي على وجه الخصوص، كيف تنظرون أيضا إلى آليات معالجتها؟ نعم، يعني هي المخاطر طبعا كانت واضحة يعني خلال الفترات السابقة، وما تزال يعني بعضها موجودة بما يتعلق بالعمليات الإرهابية والإجرامية الموجودة، ونجد يعني كثير من الجرائم الواضحة، يعني حتى هنالك قتل لعوائل، وربما يعني بعض الأشخاص قاموا بقتل عوائلهم أو الاعتداء على أشخاص عزل في أماكن محددة. بالتالي هو هذه الجرائم التي واضحة خلال هذه الفترة. لكن الإجراءات الحكومية طبعا هنالك متابعة وملاحقة من قبل وزارة الداخلية، وجملة من الإجراءات ربما وضعت حتى الحكومة الحالية وضعت ضمن أولوياتها مسألة مكافحة المخدرات، وإضافة إلى ذلك وجود المصحات الحكومية، وأيضا نشر الوعي بخصوص مخاطر المخدرات. كل هذه الإجراءات الحكومية، لكن أقول هي هذه لوحدها غير كافية يعني تجاه هذه الهجمة الشرسة التي ربما يتعرض لها العراق، وبحاجة طبعا أكيد مثل ما اليوم رئيس الوزراء أطلق يعني أو طلب بإصدار وثيقة تعاون دولي بين الدول الإقليمية بهذا الخصوص. على كل حال موضوع إذن الخطة الأمنية هي وحدها غير كافية. على كل حال منذ أيام أستاذ واثق أطلقت الحكومة مبادرة وطنية وحملة كبرى لمحاربة آفة المخدرات تضم 10,000 شاب من سفراء الشباب والفرق الوطنية للمجلس الأعلى للشباب والمنظمات والفرق التطوعية، وسيتم استهداف 1,000,000 شاب. أيضا اليوم هناك مؤتمر في بغداد لمكافحة المخدرات. هل يمكن القول أنه بعد هذه المبادرة قبل أيام ومؤتمر بغداد اليوم يمكن القول بأنه العراق سيشهد نهاية آفة المخدرات فعلا؟ نعم، يعني هو العراق سباق ربما كان بين الدول الإقليمية، ولذلك كان راعيا لهذا المؤتمر. لكن يعني أنا أقول هي العلاجات لا يمكن يعني حصاد نتائجها بهذه السرعة، باعتبار يعني هذه الظاهرة هي ظاهرة يعني أصبحت تشكل خطر كبير. لذلك الإجراءات الحكومية هي ليس فقط الملاحقة والمتابعة، وإنما حتى إجراءات وقائية بعض منها يعني ما تقوم به المؤسسات الحكومية من خلال فحص موظفيها، من خلال فحص المتطوعين، من خلال فحص الموظفين المتعينين جديد، أيضا فحوصات تجرى من خلال الكليات والمدارس. كل هذه الوسائل وانخراط مجموعة من الشباب، طبعا هذه ستكون بوادر لتنمية الوعي لدى كثير من الشباب، بالإضافة إلى الحاجة طبعا إلى برامج تعليمية، برامج تثقيفية، برامج اجتماعية. حتى في الدراما العراقية ممكن أن تساهم بشكل نشر الوعي بخصوص صحيح مخاطر هذه الآفة الخطيرة. واثق الجابري الباحث في الشأن الاجتماعي والسياسي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.